السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هعمل لكم تركيبة للمسحوق للغسالات الأوتوماتيك. التركيبة دي من الحاجات الجبارة اللي بتخلي الغسيل زي الفل، بيبقى منشور كده على الحبل فل شمعة منورة. من الحاجات الرائعة الجميلة جدا اللي أنا ما بقدرش استغنى عنها. اللي يعجبه الفيديو يدوس لايك واشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. هنا المكونات، انا جايبه كيس اريال اللي هو 3 كيلو، او برسيل او تايد اي حاجه اللي هو الغسالات الاوتوماتيك، وجايبه ربع بيكربونات الصوديوم، وربع ملح ليمون، وربع زهره بيضه. زهره البيضه دي بتتجاب من عند بتاع المنظفات، وكيسين فانيش باودر. كل ده انا بفتحه وبحطه على الاريال اللي انا جايباه، وبضيف عليهم كيس برسيل او اوكسي او تايد للغسالات العادية اللي هو الكيلو زي ما انتوا شايفين كده. انا جايبة اوكسي اللي هو كيلو. كل ده بفتحه وبضيفه على الخليط اللي انا عاملاه. تمام. بقلب الخليط ده كويس قوي قوي، وبعدين انا بحطه في العلبة بتاعتي اللي انا بستعمل منها للغسيل. فالخليط ده من الحاجات الممتازة، يعني ممتازة دي حطي تحتيها 20 خط. بيخلي الغسيل فعلا منور جدا، نظيف جدا، مفيهوش اي بقع، مفيش فيه صفار. من الحاجات الجميلة جدا. زمان كانوا بيغلوا الابيض، الخلطة دي تخليكي تحسي ان انتي غالية الابيض يعني 10 مرات. من الحاجات الحلوة قوي. فان شاء الله الخلطة دي جربوها هتعجبكم جدا، يعني ان شاء الله فعلا فعلا انا واثقة 100% ان هي هتعجبكم قوي قوي. من الحاجات اللي انا ما بقدرش استغنى عنها بصراحة، من ساعة ما عرفت الخلطة دي من كذا سنة وانا على طول بعملها. اولا بتخلي المسحوق ما شاء الله بيبقى زايد مبروك، يعني لو انا الكيس بيقعد عندي شهر، الخلطة دي هتخلي المسحوق عندي يقعد شهرين. تمام. فده هيبقى موفر جدا في الفلوس، وكمان حلو قوي في النظافة. يعني هو من الناحيتين توفير في الفلوس وحلو قوي للنظافة. يعني بتزودي يعتبر المادة اللي هي بتنظف الغسيل اكتر. فمن الحاجات الجميلة، ان شاء الله يعجبكم.